الافضل من انك تعالج الحساسيه انك تفهم الاول يعني ايه حساسيه. الحساسيه بتحصل لما جهازك المناعي يهاجم حاجه عاديه زي التراب، حبوب اللقاح، او حتى شعر القطط كانها عدو. الفرق بين الحساسيه وبين البرد ان الحساسيه ملهاش حراره وممكن تلاقيها بتتكرر كل موسم او كل ما نتعرض للمسبب اللي بيسبب لنا الحساسيه. جينا بقى للمهم، اعراضها ايه؟ عطش متكرر، عطس متكرر، هرش في العين او في اي مكان في جسمك، انسداد او سيلان في الانف. طب نيجي بقى للمهم، العلاج ايه؟ مضادات الهستامين زي التلفاست والزرد، ودول اكتر اتنين انا بفضلهم شخصيا. واوعى تاخد الاتنين مع بعض، هو واحد بس يكفي، والاتنين جرعتهم قرص واحد فقط قبل النوم. ولو مش حابب القراص، في بخاخات زي النازاكور. ولازم نخلي بالنا كويس قوي ان في ادويه مش مناسبه للحمل ولا لمرضى الضغط، يعني دايما استشير الصيدلي او الدكتور قبل ما تاخد اي حاجه. لو بتحس بالاعراض دي كتير ما تستهونش، ممكن تتحول لربو او التهابات مزمنه. اسالنا في صيدليات الصحه وهنقول لك انسب علاج ليك.